performance موديل طياره، يعني عايز تطير هتطير معاك. عايز ادي اشاره مش عارف. طبعا شوف هنا في الرونديلا، يعني هل سهل ان الواحد يكسر يمين في الخروج ولا لا؟ باصص على الناحيه اليمين شويه عشان ايه تشوف سرعتك، فممكن الواحد ينسى نفسه ويعيش بقى. تسلا موديل 3 واحده من اشهر وانجح العربيات الكهرباء السنين الاخيره، فانا عايز اعرف هل فعلا العربيه دي تستاهل الثمن الغالي ولا هي اوفر هايبد. فانا النهارده معايا التسلا موديل 3 بيرفورمانس. البرفورمانس موديل فيها بقى ايه شويه اختلاف. عندنا هنا البريك كاليبرز زي ما انتم شايفين اللون الاحمر، ودي جنوت 20. ده الجيل الثاني بتاع الموديل 3. الهيد لايت مختلف عن الجيل اللي قبليه، دي خاصه بس بالبرفورمانس موديل. فبجد العربيه شكلها جميل جدا من ورا، خاصه بالفوانيس الجديده. كمان السبويلر اللي معمول من الكربون فايبر. البرفورمانس فيه ديفيوسر من ورا. طب تعالوا نشوف حجم الشنطه كده، يعني حلو مش وحش، ياخد شنطتين كبار مثلا. في برضو مساحه زياده في الجنب، وكمان برضو هنا اهو تحت فيه مساحه كبيره الواحد يفتح. برضو رخمه شويه، فده يعني حاجه. كراسي البرفورمانس طبعا مختلفه ومريحه اكتر من الكراسي العاديه في موديل 3. فلا بصراحه الانتيريور مريح، كواليتي حلو بصراحه، يعني مفيش عيب في الكواليتي. يعني هي المساحه ورا على فكره كويسه مش وحشه، غير ما كنت متوقع. يعني هي عربيه شكلها صغير من بره. مبدئيا كده الانتيريور بتاع تسلا يعني بسيط جدا، يعني حتى الدريكسيون مفيش اشاره، مفيش درايف سيلكتور، فكل اللي موجود هي شاشه. فهم قالوا يا معلم هنحط هنا ايباد وعيش انت بقى ايه مع الايباد، هتلاقي فيه كل حاجه. فالواحد مجرد ما بيعمل تاتش هنا اهو بيختار درايف، بارك او ريفرس. فوق في برضو درايف سيلكتور لو الشاشه مثلا في اي وقت فصلت او حصل اي مشكله فنيه. يعني هنا مفيش اشاره، هما زرارين وفي فيدباك زي فايبريشن بسيط هنا اهو، وهو ده مفتاح العربيه. انت بتفتح بالكارت ده وبتحطه هنا اهو درايف، ونبدا نسوق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عايز ادي اشاره مش عارف. مفيش زرار ان انت تعدل المرايات، لا بتخش تاني برضو في السيتنجز وتتحكم في البوزيشن بتاع المرايات. جالي المره دي بيرفورمانس، يعني كنت رايح اجرب العربيه الستاندرد بس جالي بيرفورمانس سبحان الله. طبعا شوف هنا في الرونديلا، يعني هل سهل ان الواحد يكسر يمين في الخروج ولا لا؟ الواحد متعود دايما على الدراع ده. طب لا مستحيل، لا صعب، يعني صعبه جدا لان انا اوريدي بحود والزراير مش في مكانها الصح. فدي حاجه ماينس في التسلا موديل 3. يعني يا ريت يرجعوا للكلاسيك، يعني طول عمر الدراع ده شغال زي الفل، ليه يشيلوا حاجه زي كده يعني؟ فطبعا عربيه من المعرض اكيد يعني مش هندوس جامد، وهنحافظ اكيد على العربيه. انا طرت. لا الاكسلريشن مرعب بشكل يعني غير عادي، وانا اصلا مش في الانسين مود بتاع العربيه. فهنا في الدايناميك ممكن الواحد يختار ما بين شيل ستاندرد وانسين. نختار الستيرنج اخف ستاندرد او يكون تقيل شويه، فممكن نعملها انسين في كل حاجه. يعني كده حسيت ان السوست بقت انشف. فدلوقتي ماشي على طريق سريع شويه، يعني هو طريق سرعته 80. واول حاجه ملاحظها ان انا السرعه مش قدامي، فده شيء مضايقني جدا. يعني لازم المح على الشاشه هنا فوق عشان اشوف السرعه بتاعتي. فليه مثلا عربيه فوق ال 500,000 كورونا سويدي ما يكونش فيها هيد اب ديسبلاي، او على الاقل يكون فيها مثلا اوبشن ان اختار يبقى فيه هيد اب ديسبلاي؟ فده عيب بصراحه، يعني مش حابه في التسلا. فانت دايما لازم ايه تبقى باصص على الناحيه اليمين شويه عشان ايه تشوف سرعتك، فممكن الواحد ينسى نفسه ويعيش بقى. بصراحه صاروخ يا جماعه. البرفورمانس موديل طياره، يعني عايز تطير هتطير معاك. هنا ماشيين على الانسان، وبصراحه لا يعني دي عايزه تراك. العربيه دي عايزه تراك يا جماعه عشان الواحد يسوق على الانسان مود. يعني ابص اوف، مش ممكن. انتوا متخيلين 0 ل100 في 3 ثواني؟ زي ما انتوا شايفين الشاشه هنا بتبين كل الترافيك اللي حواليك تقريبا. اول ما بتدي اشاره الكاميرا بتبين لك هنا اهو، فده بيسهل لك يعني لو في ناس حواليك كتير وكده. هو بيقول لي ان السرعه هنا اقصى حاجه 140 كيلومتر في الساعه، لان احنا طبعا بنعملها تيست درايف من المعرض، فعاملين ليميت ل 140 كيلو في الساعه. فهو اصلا الطريق هنا في السويد اقصى حاجه 120 كيلو،
فاكيد مش هنعدي السرعه دي يعني. لا الانسان مود لا خطير. فنعمل شيل وستاندرد، نحاول نمشي ايه شويه كومفورت. البرفورمانس موديل حلو والله. الستيرنج ريسبونس حلو. الاكسلريشن يعني حكايه بصراحه. الرود نويس ضوضاء زي ما تقولوا كده من العجل عالي شويه. عربيه مش وحشه، بس هل فعلا تساوي 50,000 يورو؟ يعني مبلغ كبير جدا. يعني بالمبلغ ده ممكن الواحد يشتري عربيه الماني اكبر من دي والكومفورت اعلى طبعا بنفس السعر. ودي كانت تجربه تسلا موديل 3 برفورمانس. محتوى مختلف شويه عن المحتوى اللي انا بنزله. فانا حبيت ان انا غير المحتوى السويدي ان اعمل محتوى عن الحاجات اللي انا بحبها. يعني انا بحب العربيات، بحب التكنولوجيا، فانتظروا محتوى شبيه لده قريب عن عربيات، عن تكنولوجيا، عن حاجات مختلفة، وكمان برضو عن الثقافة في السويد ويوميات من السويد وكده. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتراك ولايك في القناة، واشوفكم في فيديو تاني. سلام. في خاصية برضو اعتقد موجودة ان يختار اوتو سيلكتور، يعني بيعرف لو انت عايز ترجع عايز تطلع قدام فهو بيختار لوحده، لكن حاليا مش مشغلها. واحلى حاجة يعني عربية ايه مفيهاش ولا صوت. بارك. وشكرا للمتابعة.